في يوم 5 أغسطس عام 2025، ورد في تقارير ماركا أن نادي توتنهام يضع رودريغو غوز ضمن أولوياته كهدف رئيسي لتعويض رحيل سون. يقال إن العرض قد يصل إلى 60 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات محتملة. في الوقت نفسه، يشير نادي ريال مدريد إلى أن رودريغو ليس ضمن خطط اللاعب الأساسية، خاصة مع وجود فينيسيوس ومبابي في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، يستمر اللاعب في التدريبات بجدية تحت قيادة خابي أليونزو في فالدي بيباس. من البرازيل وبعض المحللين ينصح اللاعب بالنظر إلى خيار الرحيل لتحقيق المزيد من دقائق اللعب إذا أراد تطوير مسيرته. منتقد ريال مدريد يرون أن بيع رودريغو مقابل ما بين 65 و 80 مليون يورو قد يسمح بتمويل توقيع محور وسط جديد، لكن عرض توتنهام المذكور حتى الآن أقل من قيمته المتوقعة من ريال مدريد 90 مليونا، مما يعقد الصفقة في ظل تراجع قيمة اللاعب بعد موسم صعب وخوضه بمركز غير مفضل لديه. رغم ذلك، من تقارير صحيفة AS تأكيد واضح بأن ريال مدريد لا ينوي بيعه إلا مقابل عرض رسمي لا يقل عن 90 مليون، وأوضحوا أن العقد ممتد حتى 2028، مما يمنع رحيله بسهولة. رودريغو عازم على البقاء في النادي والتنافس بجدية على مكانه في التشكيلة الجديدة، كما أن النادي لم يتلقى حتى الآن أي عرض رسمي بقيمة اليمن المحددة. وإن أتي عرض يسد الثغرة الاقتصادية، فلن يكون مجرد زود بهذا، فإن الفترة القادمة مع بداية الموسم الجديد قد تحدد مستقبله، وهو يستعد لإثبات نفسه أمام خابي أليونزو وتحقيق دور أكبر داخل الفريق. كل ذلك بينما منافسين مثل برهيم وماستانتوونو يسعيان للظهور والتنافس على دقائق اللعب. يجب أن يظهر مستوى ثابت لبقاء في السوق. حتى الآن، السعر المطلوب من جانب النادي يجعل الرحيل مشروطا بشروط اقتصادية واضحة وليس مجرد رغبة شخصية، وهذا ما يجعل الحوار الرياضي والسياسي حوله شفافا ودراميا في الوقت ذاته.